في حديث قدسي عجيب يا ابن آدم، حديث قدسي يعني الله اللي قاله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. كونك توجهت نحوي دعوتني والرجاء هذا قائم عندك إن أنا واستجبت لدعوتي، غفرت لك ولا أبالي، ما كان منك ولا أبالي. كلام من حق ربي: ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك ولا أبالي. طيب قد يقول قائل واحد: طيب كم الذنوب هذه اللي يغفر ربي يعني؟ الحديث نفسه يقول له: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، كما الشيطان سيؤسك من رحمة الله، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، غفرت لك ولا أبالي. بلغت ذنوبك عنان السماء. وكأنه تتمة الحديث هذه: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، كذا ملات الأرض، قل لك هو بيتيأس من مغفرتي ورحمتي. لاحظوا الجزء الأول يقول لك بلغت عنان السماء وملأت الأرض، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. هذا كلام الله، وهذه أحاديث صحاح، ولا يتوقع من الله غير ذلك، ولا يتوقع من الله غير ذلك. والحديث البديع هذاك اللي يبين لنا إنه طيب أنا عصيت الله وما مشيتش على ما يشتي، ولما نجي استغفر له تقول ما يكونش زعلان، يكون زعلان إن أنا عصيته له. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: أوبى الشيطان يعلق لك هذه الهبالة. الله أشد فرحا، يفرح الله بتوبة، وهذا حديث صحيح أيضا: يفرح الله بتوبة عبده. يعني أجا واحد عصوا وقال له: يا رب أنا آسف. ولاحظوا هذا التشبيه الجميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان كيف يفرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من رجل تفلتت ناقته، كان على ظهر ناقته فتفلتت منه وفيها طعامه وشرابه، خلاص الناقة ذهبت، والرجل يقول لك خلاص يعني يئس من وجودها، فاستظل تحت شجرة يائس من، لأنه قد بذل كل المحاولات ما هلش، فاطرح له تحت الشجرة كذا وكأنه نعاس والله أعلم يعني، وفجأة كذا يفتح عينه والناقة قدامه. شوفوا فرح واحد تائه، الناقة حقه راحت وطعامه وشربه عليها. أنا أتوقع كذا إنه جلس تحت الشجرة يقول لك خلينا أموت وأنا بدل الوجع القلب والسيف. ولما نفتح كذا عيونه ونشوف ناقته جنبه يمسكه بالخطام حقه ويقول من شدة فرحه: لك الحمد أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. تصوروا كذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: وبيش الشيطان زي ما يقول لك ليش يغفر لك بس زعلان منك، يقول لك أبدا، أتيت إليه وقد قال لك بالحديث الأول: لو بلغت ذنوبك عنان السماء، قراب الأرض خطايا، ومش كذا وبس، يفرحوا بمجيئك وتوبتك. أنا أظن ما بقيش كلام أكمل من كذا يخلي الواحد ييأس من رحمة الله. وذلك القرآن لما يأتي بهذا النهي: لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبهذا الفرح يستقبلك
ووظف لك، لاحظوا كم من خلائق في العرش وفي السماوات تستغفر من أجل أن حتى لا ييأسك الشيطان من أنك ترجع إلى الله وتقول له يا رب أنا آسف. وهذا هو كل المطلوب من الإنسان، إنه يرجع إلى الله ويقول له يا رب كان اللي كان وحصل اللي حصل، ودحين إحنا آسفين وراجعين ومسلمين. طيب لاحظوا هذه القصة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا هي بشكل دراما، بشكل دراما هكذا. رجل قتل 99 نفس، 99 نفس، وكأنه قتل واحد عابد لكنه ما عندوش معرفة بكمال الله وكمال مغفرته، ويقول له أخي أنا قتلت 99 نفس، باقي مجال، مجال، فقتلت 99 نفس. لاحظوا هذا يا أبنائي ويا إخواني اللي يغلقوا رحمة الله ويؤسوا الخلق من الله، وخلونا إحنا خائفين من الله، هذا اللي بس الله يخابط ويعذب ويدخل النار. والله بهذه الرحمة الجميلة وبهذه الدعوة اللحظية الآنية لك تعال تعال، لو تكن كيف ما تكون تعال قبل ما يجيك الموت، تعال وأنا أغفر لك كما رأيت قراب الأرض ولا بلغت عنان السماء ولا. فيقتلوا غلق المياه. لاحظوا هذا اعتدى على البشرية بالفتوى حقه، لأنه الرجل هذا ما تفرقش عنده أنه يدخل النار ب100 ولا يدخل النار ب1,000,000، يقول لقد نار. فيذهب الواحد صاحب علم يقول أخينا قتلت 100 نفس، كان اللي كان وحصل اللي حصل. فيقول له باب التوبة مفتوح، ما حد يقدر يقفل المسألة عليك، بس أنا أنصحك كذا، كأنه عرف من طبيعة حاله أنه أنت دمك حامي، وأن سوونا بهذه البلاد يكلفك واصل لا تخرج سيفك، لو تذهب إلى منطقة فلان كذا، منطقة هادئة والناس حلوين وبيعينك على أنك تهدى فالرجل لأنه صادق في توبته قال طيب استقر ومشى. صوروا كذا ينتهي أجله وعاد وخرج من المنطقة اللي قتل فيه ب100 نفس. فالله سبحانه وتعالى يعمل له هذه الحبكة، هذه الدراما، تجتمع ملائكة العذاب وملائكة الرحمة يختصمون له. ملائكة العذاب يقولوا إذا قتل 100 نفس، ملائكة الرحمة تقول هذا تاب. فكأنه في الحديث إن لم تخني ذاكرتي إنه الله رسل لهم واحد يقول لهم ايش المسألة، يقولوا كذا وكذا، قال لهم بسيط طيب قيسوا المسافة من المكان اللي مات فيه إلى البلد اللي خرج منها، والمسافة من المكان اللي مات فيه إلى البلد الذي كان يريد أن يذهب إليها. فإذا كان إلى هذه أقرب يأخذ أنه ملائكة النار، وإذا كان إلى تلك أقرب يأخذ أنه ملائكة الجنة. تصوروا كان عاده أقرب إلى البلاد اللي قتل فيه ب100 نفس. تدركوا إيش معنى رحمة الله؟ يأمر الأرض، الله يأمر الأرض في هذا الاتجاه اللي هو كان قريب أنها تتباعد، ويأمر الأرض في هذاك الاتجاه أنها تتقارب. تخيلوا ربي إيش لما يقبل الإنسان هذا، تتقارب، فيجيء ويقيسوا ويجدونه أقرب إلى بلد الرحمة فتأخذه ملائكة الرحمة، تدركوا ماذا يعني ربنا، ماذا يعني ربنا. أنتم تغلطوا ولا خلاف، وربي خلقنا إحنا على الخطأ ولا خلاف، كذا فقط تأدب هذا الأدب واستشعر بخطيئتك وتعال قل له يا رب أنا آسف. يعني مش مطلوب أكثر من كذا، مش مطلوب أكثر من كذا.